اخر حاجه خدناها مع بعض وهي الشعر الافريقي اللي هو الديكشنري، وقلنا ان الجمله بتاعته بتتكون من الكيرلي براكتس وبياخد قيمتين الكي والفاليو وبفصل ما بينهم بالكولون. جميل قوي الكلام ده. وكنت عشان اوصل لعنصر في الديكشنري بوصل ليه عن طريق الكي. لو عايز اوصل مثلا لليوزر هقول له بكل بساطه اهو print، افتح القوس، تمام، يوزر اندرسكور داتا، تمام، والمربعات بتاعتي عايز اوصل لليوزر نيم، يوزر نيم، تمام. شغل الكود كده، بكل بساطه ظهر لي ايه؟ البي كيبر اهي، الفاليو اهي، اهي هي دي، تمام. وضحت كده؟ جميل. طيب لو انا بدور بقى على كي معينه وعايز اتاكد انها موجوده في الديكشنري ولا لا، اعمل ايه؟ بكل بساطه عندي ميثود اسمها جيت. وبتعمل ايه الميثود دي يا حسين؟ تعال نشوف. هروح اهو، تمام، وهقول له دوت جيت. جميل. افتح القوسين بتوعي. حلو. انا عايز ايه مثلا؟ ادور على ايه؟ عايز ادور على الفون نمبر مثلا، يبقى فون نمبر. تعالى كده شغل الكود، رن. اداني النتيجه نن تاني. ها، ظهرت لك تاني اهو. عرفت كده النن دي معناها ايه؟ عشان انا كنت قايل لك واحنا ماشيين هنعرف معناها. وضحت لك الصوره كده النن دي بتاعت ايه؟ فاضي، غير موجود، القيمه مش موجوده. حلو الكلام. طيب بص الحته اللي جايه دي. لو انا بقى مش عايز اخلي النن دي تظهر لي وعايز اقول له لو انت ما لقيتش الكي اللي انا بدور عليها في الديكشنري اطبع لي القيمه اللي حدها لك، ودي هتكون الديفولت بالنسبه لك بدل النن. تعال نشوف الكلام ده ازاي. يعني اهو انا كتبت له اهو الفون نمبر. انا هو دلوقتي الفون نمبر دي مش موجوده فين؟ في الديكشنري عندي، صح؟ هقوم عامل كده، بص، هديله فاصله، تمام. هو في الاول لما شغلت الكود طبع لي ايه؟ طبع لي نون. طب انا بقى انا مش عايزه يطبع نون، عايزه يطبع قيمه ثانيه. هقول له مثلا، هو اقترحها لي اهو نوت فاوند، مفيش اي مشاكل. حلو، حلو الكلام. انا عايز بقى اقول له اطبع لي النوت فاوند دي بدل النون. يعني انت هشغل الكود عادي، ولو ما لقيتش الفول نمبر موجوده هنا في الديكشنري، تمام، اطبع لي نوت فاوند، ما تطبعليش نون. شغل الكود كده، بكل بساطه طبع لي ايه؟ النوت فاوند. طيب في حاله لو رقم الموبايل موجود بقى هيعمل ايه؟ اهو تعال نجرب، مفيش اي مشاكل. اهو هحط الاول هنا فاصله بس، ما تنساش ها، عشان انت بتفصل ما بين كل عنصر وعنصر بفاصله. حلو. هنزل تحت اهو واقول له الفون نمبر، فون نمبر. حلو، جميل. الكولوم بتاعتي وبعدين الفاليو اهي، ماشي، 0 10 اي رقم عادي، مفيش اي مشاكل. اطبع لي كده، شغل الكود، طبع لي الرقم عادي، مع انك انت حاطط هنا النوت فاوند، تمام، بس هو هنا عمل ايه؟ علشان لقى الفون نمبر، علشان لقى الكي. انا بقول له هنا انت في حاله لو ما لقيتش الفون نمبر، ما لقيتش الكي موجوده، اطبع لي نوت فاوند. لو انا ما حطيتش النوت فاوند هيطبع لي النون. وضحت كده الصوره؟ تمام. سؤال هنا بقى، واحد دماغه شغاله مش بتنام، تمام، هيجي ويقول لي طيب ايه الفرق يا حسين بين ان ادور على العنصر بتاعي في الديكشنري عن طريق المربعات زي ما شفنا في الاول خالص، تمام، والطريقه التانيه اللي هي دي اللي هي الميثود بتاعه الجيت؟ ايه اللي هيحصل؟ بص يا قلب اخوك. طيب طول ما انت متاكد من العنصر اللي بتدور عليه موجود، تمام، موجود، يبقى على طول هتستخدم المربعات، الاندكس، تمام. انما لو في احتماليه انك مش عارف العنصر ده موجود ولا لا، استخدم على طول الجيت. يعني انت لو شاكك ان العنصر موجود ولا لا، على طول استخدم الميثود بتاعت الجيت. لو انت متاكد ان العنصر موجود، استخدم الاندكس، المربعات بتاعتك. واضحه كده الصوره؟ جميل. اللي بعده عندي طريقه ثالثه، بس دي بقى بتجاوب عليا باولاد الحاج بول اللي هم الترو والفولس بوليان، تمام، جميل قوي. انا مثلا بدور على ايه؟ بدور على الايدج. هروح اقول له اهو، شيل بس كل ده كده. عايز اقول له بقى بص، انا بدور على ال على الاتش. بقول له بقى هل سؤال، ها، انت بتساله سؤال، هل الاتش، حلو قوي، مالها موجوده ان فين بقى؟ المتغير بتاعي اللي هو الديكشنري بتاعي، اليوزر اندرسكور داتا. شغل كده الكود بعد اذنك. طبع لي ايه؟ طبع لي ترو، يبقى موجود. ادي دي طريقه. طيب لو مش موجود، بدور على اي حاجه تانية. سايز مثلا، سايز. انا هنا سؤال اهو بساله، هل السايز دي يا عمنا موجوده ان اليوزر اندرسكور داتا اللي هو الديكشنري بتاعتي اهي؟ فولس. وضحت الصوره كده؟ تمام. ادي دي الطريقه الثالثه ان انا بدور بيها على العنصر، ان انا بتاكد العنصر بتاعي موجود ولا لا. جميل. يبقى عندك الاندكس، عندك الميثود بتاعت الجيت، وعندك دلوقتي اهو السؤال. وحط في دماغك طالما السؤال يبقى الاجابه هتكون يا ايه؟ يا ترو يا فولس. السؤال بيقول ايه؟ هل الشيء اللي انا محتاجه ده او اللي انا بدور عليه موجود في قلب الديكشنري بتاعي ولا لا؟ وضحت الصوره كده؟ تمام. عندي كمان ميثود اسمها كيز، وعندي كمان ميثود اسمها فاليوز. بيعملوا ايه؟ الكيز بترجع لي الكي اللي موجوده في الديكشنري. طيب والفاليو نفس الكلام، بترجع لي الفاليو اللي موجوده في الديكشنري. تعال نشوف الكلام ده سوا. يعني انا اهو بقول
هقول له اهو هل السايز دي، او خليها في الايدج الاول، ناخد الايدج الاول تمام. هل الايدج دي موجوده فين في الديكشنري بتاعي دوت. انا عايز بقى اقول له بقى فين، انا عايز اقول له في الكيز تمام. تعالى هو بيقترح لي اهو، جميل قوي الكيز. حط القوسين بتوعك، شغل كده الكود بعد اذنك. قال لي ترو، يبقى هنا هو عمل ايه هنا؟ انا بقول له هل الايدج دي موجوده في الديكشنري بتاعي، بس في الديكشنري فين؟ فانه جزء في الكيز اللي هم دول. هو اهو لقى الكي بتاع الايدج، جميل قوي. طيب شيل الكيز وحط الفاليوز. تعال شيل الايدج دي، حط السايز. لا ما تحطش السايز بقى، تعالى في الفاليو هنا اهو الفاليو بتوعك اهو، دور على اي حاجه، عم اسكندريه مثلا اهي. طيب اليكس اندريه، انا بقول له هل الاسكندريه دي موجوده فين في الديكشنري بتاعي؟ فانا جزء من الديكشنري بتاعي في الفاليوز اهم دول تمام. شغل كود طبع عليه ترو، جميل كده. عرفنا يبقى انا عندي ميثود اسمها فاليوز، وميثود تانية اسمها كيز. عرفت بستخدمهم ازاي؟ جميل. عندي كمان ميثود تانية اسمها الايتمز. بتعمل ايه دي بقى؟ بيقول لي بدل ما تجيب الكي لوحدها او الفاليو لوحدها، لا انا هطبع لك العناصر كامله. طب ما توريني كده. تعال اهو بكل بساطه هقول له بقى بص، شيل بقى كل ده تاني كده معلش، شيل ده كده تاني. هقول له اهو اليوزر ماشي، الداتا بتاعتي تمام دوت ايتم بقى، ايتمز مربعاتي الجميله، ولا القوسين اسف بتوعي. جميل. شغل الكود كده. ظهر لي ايه بقى هنا؟ بص نركز هنا مع بعض بقى. انا ظهر لي كده كلكوعه كده من الاجابه، انا مش عارف ايه هي. واحده واحده بقى. بص هنروح ننادي على مين الاول؟ ميكانيكا حل المشاكل. تعالى بقى نشوف الدنيا دي. بص واحده واحده. دي عباره عن ايه؟ بص كده، ديكت اندرسكور ايتم، وفي اول قوس تمام، اول قوس اهو مع اخر قوس اهو، جميل قوي تمام. يبقى دي كده مالها؟ بيلت ان فانكشن، بس اسمها ايه؟ بتاعت الديكشنري، ديكشنري بيلت ان. حلو قوي حلو قوي. ادي دي اول جزء. وبعدين عمل ايه؟ انا شايف مربعات دي احنا قلنا مربعات دي بتاعت ايه؟ بتاعت الليست، يعني حاطط كل العناصر دي حاططهم في ليست. جميل قوي قوي قوي. طب وجوه الليست انا شايف في قوسين، القوسين دول بتوع ايه بقى؟ دول اسمهم التوبل. بس اقف هنا، التوبل دي احنا طبعا مش هناخدوها دلوقتي، هناخدوها بعد الديكشنري تمام. فعايزك بس انك تعرف ان الميثود بتاعت الايتم دي بتعمل ايه؟ بتطبع لي العنصر كامل، يعني مش بتطبع الكي لوحدها او الفاليو لوحده، لا هي بتطبع العنصر كامل مع بعض. عندي كمان الميثود بتاعت الكلير، واظن انت عارف دي بتعمل ايه، اخدناها في الليست قبل كده اهو. تعال نشوف واحده واحده. هشيل دي الايتم واحط كلير. شغل كده الكود، رن الكود. قال لي ايه؟ قال لي نون، فاضي مش موجود. طيب تمام اهو. تعال لو انا حطيت دي كده اهو، عشان انا عارف اللي في دماغك، انا عارف انت بتقول طب مش معنى زي الليست ما طبعليش ليه المربعات فاضيه. هطبع لك دلوقتي الكيرلي براكتس فاضيين. يوزر اهو، شغل الكود بعد اذنك، فاضيين. وضحت الصوره؟ فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ فهمت اللعبه ماشيه ازاي؟ تمام. عندي كمان الميثود بتاعت الكوبي، ودي بتسمح لي اخد نسخه من الديكشنري اللي عندي، واظن انت عارف من اللي احنا ذكرناه في الليست الكوبي دي بتعمل ايه بكل سهوله برضو. تاني اهو، تعالى اقول له يوزر 2 ايكوال يوزر اندرسكور داتا تمام دوت مين؟ الكوبي. جميل. والمربعات الجميله بتاعتي هقول له اهو برنت مين؟ استنى انسى تحت، ماشي. هو برنت هنا اليوزر داتا، وبرنت لي كمان مين؟ اليوزر 2. برنت يوزر 2 طبع لي اهو زي ما انت شايف تمام. 2 ديكشنري، النسخه والاصل، النسخه والاصل. جميل. كل ده احنا خدناه اصلا في الليست صح كده؟ جميل. عندي كمان البوب. بتعمل ايه البوب دي؟ لو انت فاكر، برافو عليك، انها بتشيل العنصر، كانت بتشيل لي العنصر بتاعي من الليست صح كده؟ تمام. اقول له برنت، افتح لي قوسين، يوزر اندرسكور داتا دوت بوب. حلو. جوه القوسين عايز امسح بقى ايه؟ مين هنا؟ عايز امسح اي حاجه، مثلا الايدج يا عم اهو. تعالى اقول له الايدج، ايدج. شغل الكود. طبع لي كام؟ 27. ايه ده؟ هو ليه طبع لي 27؟ اصبر ما تقلقش، مفيش اي حاجه. بص هو هنا طبع لي القيمه اللي هو بيقول لي انا همسحها لك، انما اصلا انا لو طبعت اهو، طبعت الديكشنري بتاعي مفيش من غير اي مشاكل. بص اهو احنا مع بعضين اهو، برنت اطبع لي يا عم الديكشنري بتاعي اهو. تعالى كده بعد اذنك، شغل الكود، دور كده على الايدج، مش هتلاقيه في قلب الديكشنري. بص هو طلع لي هو ال 27 فوق، بس دور هنا على الايدج. بص اليوزر نيم، وبعدين كان فيه الايدج صح؟ بص فين الايدج؟
مش موجود. وضحت الصورة؟ عندي كمان ميثود تانية اسمها ابديت، ودي عبارة عن اني بعمل تحديث للديكشنري بتاعتي. ازاي بقى؟ تعال نشوف الكلام ده. بص يا سيدي كده واحدة واحدة. انا هقول له اهو شيل بس البوب دي وحط لي الاب اقترحها يا عمي، اقترحها لي اهو، ربنا يبارك لك. تمام. انا عايز اعمل ايه بقى هنا؟ بص شيل بس الايدج دي بعد اذنك ثانية واحدة، مش عايزين نتلخبطوا. بص الابديت دي انا عايز اعمل ابديت، عايز اعمل تحديث لمين؟ للبيانات اللي عندي جوه الديكشنري. واحده واحده بقى. بص عشان اعمل تحديث بعمله ازاي؟ اول حاجه الكيرلي براكتس بتاعتي. حلو. انا بقول له اعمل لي ابديت للديكشنري، فطبيعي عشان اكتب الديكشنري لازم الكيرلي براكتس. تمام. هاخد عندي قيمتين الكي والفاليو. انا عايز احدث مين؟ عايز احدث يا سيدي الايدج. تعال اهو حط الايدج. تمام. الكولوم بتاعتي، وبعدين هقول له بدل 27 زي ما هو ماشي مقترحها مفيش اي مشاكل 30. في بس هنا زياده بعد اذنك. ايوه بس كده. تمام. شيل بس دول. شغل لي الكود كده. طبع لي ايه؟ نون. ارجع تاني معلش باك اهو. شغل كود نفس اللي احنا بنعمله مفيش اي مشاكل. بص تعالى بص عند الايدج كام؟ 30 بدل كان كام؟ 27. يبقى هو انا عمل لي ايه؟ عمل لي ابديت، عمل لي تحديث للبيانات بتاعتي. طيب في حاله بقى انا لو حطيت عنصر اصلا مش موجود في الديكشنري، ايه اللي هيحصل هنا؟ هيتضاف في نهايه الليست. يبقى انا لما باجي بستخدم الميثود بتاعت الابديت وحطيت عنصر مش موجود في قلب الديكشنري عندي، ايه اللي هيحصل له؟ هيتضاف في نهايه الليست. هشيل اهو الايدج. تمام. وهقول له مثلا السايز اهو مش موجود، هقول له مثلا 30 زي ما هي مفيش اي مشاكل. رن كده الكود بعد اذنك. ايه اللي حصل؟ بص هنا في الاخر اهو ضاف لي السايز مع ان السايز اصلا مش موجوده. يبقى هو الميزه بتاعت الابديت ايه؟ لو العنصر مش موجود اللي انا بحطه في الابديت، لو العنصر مش موجود في قلب الديكشنري، اللي بيحصل بيضيفهولي في نهايه الليست. جميل. وبكده احنا عرفنا الميثودز اللي موجوده في الديكشنري. هتلاقي الاسئله اللي على الدرس ده على جروب التليجرام. حل وابعت لي اي حاجه هتقف معاك، كلمني وهنحل تاني سوا. انا حسين الدرملي، ودي برمجه بالبلدي. سلام.